سلامك الداخلي هو راس مالك، خلي بالك منه. العقل مدمن انه يطلع معاني، فانتبه، انت مبرمج. نظرتك للامور هي اللي بتدي للامور معنى. يعني ايه؟ يعني لو انا شفت اي مشهد قدامي، الطريقة اللي بنظر بيها للمشهد عن طريق البرمجة اللي انا نفسي مبرمج بيها هي اللي بتخليني اشوف المشهد بطريقة معينة. لو في راجل جاي في اتجاهي في شارع ضلمة بالليل، لو انا جوايا خوف من الغريب، من الشخص الغريب، وجوايا معتقد انه لو حد جاي تجاهي في شارع ضلمة ده في خطر عليا وهيبقى عاوز يهجم عليا او يتعدى عليا، فانا هقرا مشهد الرجل القادم ده على ان هو يمكن يخوفني، يخليني اجري، يخليني اعدي الشارع الناحية التانية، يخليني اتوتر لانه انا الراجل ده جاي شكله كده هيهجم عليا. لو انا شايف انه الراجل ده ما بيشكليش خطر، مش متربي على كده، ما عنديش معتقد بهذا الموضوع، ما عنديش خوف داخلي، هيجي حرمي السلام، سلام عليكم، هيعدي وهعدي، مفيش مشكلة خالص، لأن أنا بداخلي ما عنديش معتقد يخوفني من الغريب في شارع ضلمة بالليل. لو الغريب ده جاي عليا وأنا شايف إنه جاي عليا وأنا جوايا معتقد إنه هيطلب مني بقى فلوس وهيطلب مني حاجة وأنا مش عايز الشحاتين اللي يشحتوا مني فلوس، فأنا هيبقى جوايا تاني المعتقد إنه جاي عبء عليا، هيطلب مني حاجة وأنا مش عايز القصة دي، فهتجنبه لأن أنا من جوايا حطيت قراءتي للمشهد، عرفت المشهد بمفاهيمي وبمنظوري للأمور عن طريق معتقداتي إنه هيطلب مني خدمة وأنا مش عايز الموضوع ده. ممكن جدا ان انا يكون جوايا لا شيء خالص، ما عنديش اي معتقد ليه علاقه، الراجل هيعدي قدامي وهيمر من جنبي، سلمنا او ما سلمناش مش دي مشكله خالص، لكن لن يصيبني اي توتر ولا اي نوع من انواع التساؤل عن الموضوع، لانه ما جواياش اي معتقد يخليني ابني صور ذهنيه بناء على توجه افكار يخليني اقرا المشهد بصوره معينه تعرف المشهد ليا عن طريق الدواخل بتاعتي. القصة دي كلها عشان نوصل بيها ان احنا كلنا عندنا البرامج النفسية دي، كلنا بنقرا جميع المشاهد الحياتية بنفس الطريقة. أطفالي عملوا تصرف معين، بتقراه ازاي؟ على مستوى التصرف ولا على مستوى أفكارك أنت؟ برؤية مبنية على موضوعية أفكارك ولا برؤية مجردة فيها مواضيع كتير ممكن يكونوا ممكن يكونوا ممكن يكونوا ممكن يكون، ولا بتصر على ان الحقيقة هي الوحيدة وهي اللي انت شايفها ومفيش حقيقة أخرى؟ نفس القصة دي بتحصل مع الأزواج والزوجات، بتحصل مع الحماة والحموات، بتحصل مع زملاء العمل، مع الأصدقاء، مع الجيران، مع المدير وهو عمل كده ليه والتصرف ده ليه. العقل مدمن إنه يطلع معاني للمشاهد، ودايما بتكون مبنية على الدوافع الداخلية ومعتقداتنا اللي احنا بنقرا بيها المشاهد. فانتبه، انت مبرمج. وبما ان انت عندك كذا قصة تستطيع انك تختار بيها المشاهد، فاختار القصص اللي تجيب لك السلام الداخلي واللي تخليك حر في اختيار القصة اللي تجيب لي السلام وتخليني في سلام وفي سكينة بعيدة عن التوتر تماما، وتدعم نموي كشخص، تزكيتي لنفسي، الترقي بتاعي ونموي في علاقاتي واتجاهي ناحية سلامي النفسي. سلامك الداخلي هو راس مالك، خلي بالك منه. شكرا.